في سنة 1958 اتعرض فيلم جميلة أبو حريد، وكانت جميلة أبو حريد الحقيقية موجودة في السجن ومحكوم عليها بالإعدام. وكان مع ماجدة في الفيلم ده عتاولة تمثيل زي رشدي أباظة ومحمود المليجي وحسين رياض وزهرة العلا وفاخر فاخر وغيرهم كتير جدا. والسيناريو كان من كتابة عبد الرحمن الشرقاوي والأديب العالمي نجيب محفوظ. المهم أثناء الاحتلال الفرنسي على الجزائر في بنت مناضلة اسمها جميلة بوحيرد، هي اسمها كده مش جميلة بوحريد، اتحكم عليها بالإعدام. وطبقا لعدم وجود تغطية إعلامية، وده طبعا كان شيء مقصود، كان موضوع جميلة متكتم عليه تماما ومش منتشر، لأن ما كانش فيه سوشيال ميديا زي دلوقتي عشان تفضحهم. بس الموضوع كان شاغل دماغ الفنانة ماجدة ومتابعاه بكل تفاصيل. راحت مقررة تعمل قصة حياة جميلة فيلم من إنتاجها عشان الناس تتكلم عنها ويقدروا ينقذوها. والفيلم فعلا اتعرض في دول كتير جدا وفي مهرجانات عالمية وانتشر كالنار في الهشيم زي ما بيقولوا، وحقق نجاح كبير جدا وقتها، لدرجة انه لما كان بيتعرض في بلد كانت بتخرج مظاهرات تطالب بالإفراج عن جميلة أبو حريد. والرأي العام العالمي كله اتحرك ضد فرنسا، وكتبت الصحف العالمية عن جميلة وانتشرت جملة انقذوا جميلة زي الهاشتاجات بتاعت دلوقتي كده. ونتيجة الضغط ده قامت فرنسا بتخفيف الحكم عليها من الإعدام للسجن المؤبد، وده طبعا أنقذها من الموت، لأن بعد تحرير الجزائر سنة 62 تم إطلاق سراح جميلة. وكان اللي بيدافع عن جميلة محامي فرنسي، واتجوزته جميلة بعد ما طلعت من السجن. واللي ما يعرفش جميلة أبو حريد ما زالت عايشة وبتيجي مصر كتير، وافتكر ان تقريبا اخر زيارة لمصر كانت في 2020. ربنا يديها الصحة والعافية، مناضلة كبيرة وحقيقية. شفتوا الفن الحقيقي بيعمل ايه؟ فولو بقى، ولا انت شايف ايه؟ سلام.